خاي زين اختي زوينه، السلام عليكم. كما كتعرفوا لو ديغني جور دان كونداني مني راه كاين واحد الام تما غير ما كتنطقش فيها. الشابيتر الاول الثاني الثالث 49. هذه طولتها شي شويه حيت 49 شابيتر ماشي بحال لابواط مغربي. الناس اللي تفرجوا في الفيديوهات ديال لابواط مغربي غيعرفوني علاش كنهضر. الشابيتر الاول الثاني الثالث 12 واخا 49 شابيتر، ولكن راه كاين دي شابيتر اللي فيهم غير نص صفحه. دونك بلا ما تخلع اوكي ما صافي مالك مرتاح. دونك نبداو الريزومي ديال الشابيتر الاولى. Le narrateur, prisonnier, se rappelle son passé empreint de liberté, mais n'a de cesse d'être hanté par l'idée de sa condamnation à mort. Cette pensée l'obsède totalement et infecte sa vie. Elle est illustrée comme une femme qui le secoue, hante ses rêves et le poursuit où qu'il aille. نصيحتي لك شوف، غادي تزاد الريزومي هادي غتديها للتراديكسيون، غادي تعطيك الشيده، غتعاود تكتبو بطريقتك الخاصه، عرفتي تكتبوه بالفرنسي مزيان، راك ناضي مهيب. كنتي مجلج في حالي عاود هز داك الشيء اللي كتبتي انت حط تما في التراديكسيون عاوتاني ودي طاجين للاستاذ وغيقول لك واش داك الشيء اللي كتبتي زين ولا شين. اوكي دونك اشنو وقع في هذا الرومون تاع لو ديغني جور دان كونداني في الشابيتر الاولى؟ من الاخر خونا راه في الحبس، دار شي زبلانيات، السيد محكوم عليه بالاعدام. دونك في هذا الشابيتر الاولى السيد فاش تشد ولا كيتفكر الباسي ديالو. دونك السيد فاش تشد ولا تيتفكر الباسي ديالو فاش كان فري، يعني فاش كان حر، ولكن دابا راه مشدود. وماشي غير مشدود كما ما راهش غير في عكاشه في سيلول، ما راهش غير في الحبس، وانما تعقله مشدود حتى هو ومهموم وديما تيفكر في الفكره ديال الموت. يعني ديما عقله مشدود حتى هو بالفكره ديال الموت، يعني مشغول ديما عقله بالفكره ديال الموت لدرجه انه كيتخيلها بحال شي مرة تابعاه ومجرجراه في حياته. قول عشاق نديشه تابعاه وصافي. دونك هادشي اللي كاين في هاد الشابيتر الاولى. دونك هادشي اللي تقال في هاد الشابيتر الاولى. ندوزو دابا للشابيتر الثانيه وغادي نعطيكم الريزومي ديالها كما درنا في الشابيتر الاولى ديال لو ديغني جور دان كونداني. نعطيكم دابا الريزومي ديالها وندوزو للشرح بالعربيه اشنو واقع في الشابيتر الثانيه بالدارجه. Le narrateur raconte le jour de la proclamation de sa condamnation à mort. Il décrit les juges, les jurés, la salle d'audience, atmosphère ambiante et le public ayant assisté à ton procès. Le narrateur décrit la vie à travers ses impressions, sentiments et sensations de façon totalement contradictoire. Il semble apprécier la vie dans toutes ses dimensions. Puis au moment de la condamnation, tout s'écroule, devient noir et triste. La vie s'éteint. دونك من الاخر شنو واقع عاوتاني في هذا الشابيتر الثانيه الخوت؟ كما عرفنا في الشابيتر الاولى السيد اللي هو البطل ديالنا او لا هو راه في الحقيقه مجرم، حيت اصلا دار واحد الجريمه بشعه ديال الدم فيها الدميات، ولكن حنا غنقولوا ليه البطل ديالنا، البطل ديال الروايه اللي هو مجرم، بطل مجرم. ام كونفيوزد. المهم البطل ديالنا او لو كونداني ديالنا راه اليوم في المحكمه. في الشابيتر الثانيه راه في المحكمه. دونك السيد داوه للمحكمه باش يحتشر، دار جريمه خاص يمشي للمحكمه ويشوفوا سميتو الحكم ديالو، واش غادي بريء، واش جيلتي، واش نوت جيلتي. اوكي مزيان. فاش دخل المحكمه السيد بطبيعه الحال اي واحد ما يكتب لكم شي روايه ولا شي لعبه غادي اي حاجه شافها غادي يبدا يوصفها. مع دخل المحكمه بدا كيوصف لنا شنو كيشوف في المحكمه وكذا، وهذا سميتو دوك القضاة وكاع لي جوري تما اللي كاينين، الناس اللي حاضرين في المحكمه، كل شيء الجو كي داير، كل شيء كيوصف لكم شنو كاين في ديك المحكمه. المهم كيفاش كيشوف القضيه، وكان تيوصف لنا حتى الاحاسيس ديالو. كيقول لك بلا راه هو كان عنده بحال قلتي كان عنده واحد الامل بان يقدر يكون الحكم براءه ولا شي لعبه بحال ما كان. المهم كان عنده واحد الامل كذا، فهمتي، كان بحال قلتي كان مستمتع باللحظه وكان متفائل. ولكن مع قال القاضي باللي راه جيلتي انهار كل شيء صافي. السيد بحال ما نعرف شنو، بحال تفضوا شكون تفضوا عميت الحصول فاش تقال الحكم بان السيد جيلتي صافي. السيد نهار نيت وعرف باللي راه حياته ضاعت. هادشي اللي كاين في الشابيتر الثانيه الخوت من الاخر، هادشي اللي وقع في الشابيتر
الثانيه ديال لو ديرني جور دان كونداني. نمروا ندوزو دابا الخوت للشابيتر 3 من لو ديرني جور دان كونداني، وكما درنا في شابيتر 2 غادي نعطيكم الريزومي بالفرنسي ومن بعد غادي نقول لكم اشنو وقع من الاخر بالدارجه بالعربيه تاع عربت. اوكي قبل من داكشي نتمنى ان الا عجبك الفيديو هذا، الا عجبك هذا الفيديو هذا دير لايك لهذا الفيديو، والا عجبك الكونتوني كامل وإلا كنتي فريمون كتقرا في السيزيام وعندك الجهاوي متبوع بالجهاوي متبوع بالجهاوي فاشترك في لاشين وفعل داك زر الجرس، راه غادي تنفعك هاد لاشين ان شاء الله، لان لاشين ديالك فيها غير الدروس ديالك، فيها الدروس ديال السيزيام الفرنسي التربيه الاسلاميه، ان شاء الله غادي يكونوا من بعد مستقبلا دروس اخرين. اشترك في لاشين فعل زر الجرس. بغيتي تقول لي شي حاجه مرحبا، ها لي كومونتير قول لي اللي بغيتي في لي كومونتير، عبر بوزيتيف نيجاتيف، عبر كيف ما بغيتي اخي ديالي، حريه التعبير، قول داكشي اللي بغيتي في لي كومونتير ومرحبا بك. هادشي اللي كاين، وندوزو دابا الريزومي ديال الشابيتر ديالنا. Le narrateur se livre à une réflexion sur le bien fondé de sa condamnation à mort. Il semble finalement ne pas regretter tant de choses de cette vie où, selon lui, tous les hommes ont le même destin et sont condamnés, de toute façon, peu importe ce qui lui arrive. بالنسبه للشابيتر الثالثه الخوت شنو وقع فيها من الاخر عاوتاني كما عرفنا في الشابيتر 2 تحكم عليه بالاعدام. صافي يعني السيد عارف راسو باللي راه تحكمت عليه بالموت، يعني الموت غيموت. اوكي يعني عارف راسو باللي راه ان لله ود احمد الموت كتساينو. صافي بحال قلتي ولا تقبلها، فهمتي؟ صافي يعني بحال قلتي رضى بامر الواقع وصافي، وقال موته وحده كاينه في الدنيا، هذا ما عطى الله، هادشي اللي قسم عليا سيدي ربي، غنموت. صافي حنا اصلا كاع اللي في هاد الدنيا كامله، اي واحد عايش في هاد الارض هذه كامله كلنا غنموتوا، موته وحده كاينه في الدنيا وكل شيء غيموت، كل شيء غيموت. دونك صافي علاش انا غنتقلق الا كنت حتى انا غنموت، راه غنموت. دونك صافي بحال قلتي صافي تقبلها. دونك هادشي اللي كاين في هاد الشابيتر الثالثه يا الخوت، رضى بامر الواقع وقال صافي موته وحده كاينه في الدنيا وهذا ما عطى الله. وندوزو دابا يا الخوت للشابيتر الرابع من لو ديرني جور دان كونداني، ونعطيكم دابا الريزومي ديال هاد الشابيتر هذا. شابيتر صغير خفيف ظريف ما فيهش الهضره بزاف، غادي نعطيكم الريزومي ديالو بطبيعه الحال عاوتاني بالفرنسي، وغادي ندوزو عاوتاني نقول لكم اشنو وقع عاوتاني بالدارجه من الاخر اشنو وقع عاوتاني. Transfert à la prison de Bicêtre. Description brève d'une prison hideuse. دونك من الاخر هاد الريزومي خفيفه ظريفه صغيره بزاف، لان اصلا الشابيتر براسو صغير ما فيهش الهضره بزاف. اللي فيه هو ان البطل ديالنا اللي هو المجرم تنقل داوه للسجن ديالنا اللي هو بيسيتر، يعني هزوه داوه لبيسيتر في واحد الطوموبيله كحله، دوك اللي كيديو فيها المساجين، هزوه في ديك الطوموبيله الكحله، وفاش وصل بدا كيوصف لينا داك الحبس باللي راه حبس النيت، حبس بشع ما فيه ما يتشاف، حبس ديال بصح النيت ما فيه ما يتشاف. دونك هادشي اللي كاين في هاد الشابيتر الرابع يا الخوت، وهادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا الخوت. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا الخوت في هاد الفيديو هذا وعرفتوا شنو واقع في الشابيتر 1 2 3 4 من لو ديرني جور دان كونداني، ونتمنى انني فتكم ولو بالقليل. الا فتك وعجبك الفيديو دير جيم لهاد الفيديو هذا وشارك في لاشين. الا بغيتي يوصلوك الفيديوهات الاخرين فعل زر الجرس، لان القناه ديال صحاب السيزيام ديال صحاب الجهاوي. وهادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا خايزين اختي الزوينه، نتلاقاو في الفيديو الجاي.